جامعه ما بين الاطلالات الاشيك، الاطلالات الاجمل، التمثيل والموهبه الكبيره، وحب جماهيري طبعا على السوشيال ميديا. انا بشوف لما بتحط صوره ناس كتير تخش تعلق، ناس كتير تبقوا معجبين. اعتقد محمد ممكن يغير شويه بقى، فانز كتير، معجبين كتير، فالموضوع ده بيبقى لا يعني دي حاجه ودي حاجه اكيد، يعني هيغير من الفانز يعني. طيب قولي لي، اكيد في رمضان اللي جاي هيكون في عمل مهم جدا، انا عارف جداً. انت شغاله عليه اليومين دول وهيبقى اصعب من احنا اللي فات. بنصور دلوقتي بقالنا يعني بقالنا اكتر من شهر، و انا بوعدكم عمل حلو قوي قوي. انا حاسس ان هو هيبقى عمل، انه افضل حاجه يعني يعني عملتها لحد دلوقتي. بص انت كل اللي عملتيه كنا نقول ده افضل، بس لما يجي اللي بعده نقول اللي بعده افضل. لان لما بتعمل عمل وينجح بيبقى دايما عندك التشالنج ان او المسؤوليه بتزيد، ان ما ينفعش انت قدمت حاجه الناس حبتها وبعدين تعمل لهم حاجه مستواها اقل او دور اضعف. فالمسؤوليه بتزيد مع كل حاجه بتقدمها، مع كل شخصيه بتعجب الناس المسؤوليه بتزيد ولازم تركز اكتر وتقدم حاجه مختلفه. طيب قبل ما تخش العمل ده ركزتي فيه ازاي وقلتي هتعملي يعني احكي لي تفصيله ما قبل بدء التصوير. لا بص، ما قبل بدء التصوير ده بيبدأ من زمان قوي، يعني من اول ما الفكرة بتيجي وببقى عارفة ايه الشخصية اللي هقدمها وبتتذاكر كويس قوي. ده بيبقى شغل، يعني ده الشغل على فكرة بيبقى اكتر قبل التصوير، يعني التحضير للشخصية هو ده اللي بياخد وقت وبياخد شهور وبياخد تركيز. وانس ان انت دخلت وبدأت تصور مشهد في التاني في التالت، بيبقى عندك اكيد ان انت تجيد كل مشهد، ان انت تركز في كل مشهد وانفعالاته والايموشنز بتاعته. بس الشغل الاكتر بيبقى ان انت تطلع الشخصية نفسها. اعتقد بعد ما كسرنا الدنيا في الدراما، نفسنا نشوف بطوله لمي عمر توصل فيها فوق، يعني نرجع البطوله النسائيه في السينما. الموضوع إن شاء بقى الله، صعب. إن شاء انا الله. عارف ان في حاجه بتجهز اليومين دول، إن شاء الله. فانت هتقولي لي برضه يعني تفصيله كده. والله لا يعني ان شاء الله اخلص ده في تفصيله من حته الفيلم يعني، ولا لسه ما؟ لا والله لسه يعني لسه شغالين على حاجه، بس لسه ما فيش حاجه سوليد اتكلم عليها. طيب هنشوف حاجه اوف سيزون ولا هنكتفي يعني؟ لا هنكتفي برمضان. مي عمر دايما متألقة، دايما ناجحة، دايما مكسرة الدنيا. أنا بشوف إن أنت أحد الممثلات اللي قدروا يشقوا طريقهم ويوصلوا للنجومية ويقولوا للناس ما فيش حاجة اسمها مستحيل. مستحيل الحمد لله. كلام كبير قوي. لا بقى لي ان قد ايه عشان نعمل اللقاء ده، فلازم اتوسط دي شويه. فان شاء الله دايما. النهارده كمان نتكلم عن التكريم بقى، كنا هننسى التكريم. لا مبسوطه جدا. وانا يمكن لما عملت انترفيوز من الاول قلت على نعمه، لان نعمه شخصيه جديده جدا عليا ومختلفه شكلا وموضوعا، وحقيقي حبيتها وتعلقت بيها. ما فيهاش بقى الدرسات الكتير دي احلى حاجه، دي احلى حاجه واريح حاجه. حبيت انت شخصيه نعمه جدا. وبعدين هي لما كنت حتى بروح قبل التصوير، هي بتاخدش مني تجهيز 10 دقايق، لاني انا بلبس وبحط البونيه بقى، لا مفيش شعر مفيش ميك اب مفيش حاجه. فالحياه بتبقى اسهل وتركيزك بيبقى ما عندكش عبء حاجات كتير قوي انت شايلها. انت مش شايل هم ميك اب، مش شايل هم شعر، مش شايل هم لبس، انت تركيزك كله في حاجه واحده. دايما متألقة ودايما منورانا، وانا سعيد بنجاحاتك. والحقيقة ان اللي بينجح لازم يتكرم ولازم نحطه في المقدمة، وربنا يكفيكي شر العين. الحمد لله، ميرسي جدا.